قبل ما نبدأ البودكاست، اعمل اشتراك، فعل الجرس، وخلي لي شي لايك. غمض عينيك، اعطيني ودنيك، واسرح معايا. على بركة الله. بدينا. بحال إلا جهنم حلات بيبانها علينا، العافية شاعلة والدخان طالع، نيفي عامر بالغبرة وريحة البارود. الدخان غطى علينا الضوء ديال الشمس، وخا يلاه 4:30 ديال العشية هادي. الحواس ديالي كاع تخربقات، حيت بالإضافة للنيفي اللي مخنوق وعيني اللي عماهم الدخان، ودنيا تخلطات عليها الأصوات ما بين الغوات، صوت القرطاس، الانفجارات، صرخات الألم. أي حيوان مفترس يدوز من هنا غادي يتخنق من ريحة الأدرينالين اللي فاض في عروقنا. اللي بقاو حيين من السرية ديالي اللي كان فيها 200 فرد بداو كيتجاراو بشكل عشوائي، كل واحد باغي يتخبى في شي بلاصة وسط الصخر ديال هاد الجبل، حيت كنا خايفين لا ترجع الطائرة تقصفنا عاوتاني. نسيت ما قلتش لكم واحد القضية، هي أننا كنا صايمين هاد النهار حيت كنا في شهر رمضان. كنا متقدمين بزاف قاصدين نسيطروا على هاد الجبل اللي سميتو جبل الشيخ. بلا شك عرفتوا فين حنا وفي أي سنة. برافو عليكم، حنا في هضبة الجولان المحتل سنة 1973. المغرب بحال أغلب الدول العربية قرر باش يرسل تجريدتين مكونة من 11,000 جندي في الحرب اللي بدات نهار 6 أكتوبر، بعد ما نسقات سوريا ومصر باش يبداو حرب شاملة لاسترجاع سيناء وهضبة الجولان. قسموا على الجبهتين المصرية والجبهة السورية. 6000 جندي تفرقوا ما بين جبل الشيخ وواحد المنطقة سميتها القنيطرة. ملي بدات الحرب نهار 6 أكتوبر سنة 1973، الأوامر تعطات من طرف صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني باش تشارك تجريدة مغربية في هذه الحرب، باش تساند الإخوة المصريين والسوريين. وبالفعل تم تعيين الجنرال عبد السلام الصفريوي باش يقود هاد الجريدة. كنت غارق في الأفكار ديالي حتى سمعت السارجان دكالي كيغوت في ودني باش نسمعو وسط الصداع: موليوتنو، اش المعمول؟ ما خليتش هاد الهجوم المفاجئ يشتت لي الأفكار ديالي. بالخف دورت عينيا في المكان، بان لي واحد الممر مضيق في الجبل. شيرت عليه وقلت: كلشي تحمى تماك. استغلينا ان الطيارات ديال العدو كانت كتعمل بعض المناورات في الجو باش تتفادى النيران ديال واحد 2 دوشكات سوفياتيه خديناهم من عند السوريين. واللي ما عارفش الدوشكا راه واحد السلاح رشاش سوفياتي ثقيل مضاد للطيارات. المهم، واخا ما داروش شي اصابات مباشره في الطيران الاسرائيلي، لكن عطاونا شويه ديال الوقت باش نحاولوا نوصلوا لذاك الممر اللي في الجبل واللي كان بعيد علينا بشي 400 متر. نقل الدكالي الاوامر الجنود اللي بقاو من 200 عسكري اللي كانوا معايا، وبدينا كنجريو وسط النيران اللي جايه من الطائرات وحتى من القناصه اللي كانوا فوق الجبل. المسافه ما كانت قصيره، خاصه وسط هذا الميدان الصخري، والحراره والصيام زيد عليها الثقل ديال المعدات اللي هازين معانا فوق ظهورنا. بقاو معانا 2 ديال الجيبات حاولنا نركبوا فيهم غير الجرحى. ما كانش عندي الوقت اللي نحسب فيه الجنود اللي بقاو معايا. حاولت نبقى انا الاخير باش نطمئن باللي كلشي نجا، لكن هيهات، رجعات الطائرات كتقصف بقوه، سيرتو ملي دمروا هادوك 2 دوشكات اللي بقاو لينا. الممر اللي تخبينا فيه ما كانش عباتي، ونقدر نقول ان الصدفه خدماتني حيت كان قريب لينا. الممر الضيق جات قريبا من وسط الجبل اللي متمركزين عليه القناصه ديال الجيش الاسرائيلي. هذا كيخلي المهمه ديالهم باش يصيدونا صعيبه بزاف، حيت ما عندهمش رؤيه واضحه للمكان اللي حنا فيه، والطائرات كان من الخطر انها تقصفنا خوفا على جنودهم اللي فوق منا.
استمر القصف لأكثر من نص ساعة، لكن غير في الجهة اللي خلينا من ورانا. ملي ربطنا الاتصال بالقيادة عرفنا بلي القصف دمر عدد كبير من الآليات ديالنا، وباللي الانسحاب مستمر. طلبت من الدكالي يحسب لي الجنود اللي معانا، قال لي حنا دابا 65 واحد. قلت له واش كاع رجالي ماتوا ولا كيفاش؟ قلتها ليه وانا عاض على شفايفي حتى داز شويه ديال الدم. ما كنتش حاس بالالم بقدر ما انا حاس بالشمته. من بعد غادي نعرف باللي الشهداء اللي في السريه ديالي كانوا غير 11 واحد، وان الاغلبيه الحمد لله انسحبوا بسلام. الشمته ما كانت من حزني على رجالي، هذوك رجال وكانوا عارفين اش كيتسناو في هذه الحرب، ولكن الشمته هي كيفاش تعرضنا للقصف وحنا كنا مسيطرين على المعركة من الأول. التساؤل اللي دار في راسي خرج على شكل سؤال من عند الدكالي اللي قال لي مول واش السوريين خواو بينا ولا كيفاش؟ إن هو هاد الغطاء الجوي اللي كانوا داويين عليه كيفاش خلاونا بحال الفيران ماكلة ساهلة لهاد ولاد ما قدرش يكمل المعيورة ديالو حيت كان كيحترمنا. حسيت بعيني تغرغرو وحابس البكيه بزز. بصراحه ما لقيت ما نجاوب. تمشيت وسط رجالي كنتفقد فيهم، كان بيناتهم شي وحدين مقصحين مزيان، اللي ضاربه قرطاسه اللي جات فيه شظيه، وكان واحد فيهم مسكين طاحت شي قذيفه قريبه ليه تقبات ليه الطبله ديال ودنو. لقيت واحد صاحبو كيحزم ليه راسو وكيغطي ليه ديك الودن اللي مضروبه. كانت الساعه قريبه 5:30 ديال العشيه. عيطت على الدكالي باش يجمع ليا رجال. اول حاجه كان خاصني نديرها هي ندوي معاهم ونشجعهم، واخا الشجاعه ما كانتش كتنقصهم. قلت لهم سمعوني مزيان، حنا جينا هنا لهاد الارض وحنا عارفين مزيان اش كتسنانا. حنا ما جيناش باش نفوجوا ولا نشاركوا مشاركه رمزيه، حنا جينا هنا باش نعاونوا خوتنا، نعاونوهم باش يرجعوا ارضهم ونثبتوا للعالم كامل بلي المغاربه رجال. حنا ما كنتسناوش مقابل، حنا جينا هنا طالبين احدى الحسنيين، اما النصر او الشهاده. غادي نحاربوا رجال كيف ديما حتى لاخر قرطاسه باش نخرجوا من سالمين. ما باغي حتى واحد من الرجال يطيح اسير. حنا رجال وغادي نعيشوا رجال ولا نموتوا رجال. سكت شويه ودورت عينيا كنشوف وجوه الجنود ديالي. صراحه ما كنشوفش رجال عاديين، كنشوف سبوعه. ابتسمت ديك اللحظه وقلت لهم واش كاين شي سؤال؟ هز واحد الشاب صغير يديه وقال لي مول انا ما عنديش سؤال ولكن عندي طلب. قلت له اما هو؟ قال لي الا مت قول لامي بلي ولدك مات راجل، وقول لبا ولدك كانت منه الفايده. شيرت ليه بيدي باش يقرب مني. ملي وقف قدامي حطيت يدي على كتافو وشفت فيه مباشره في عينيه. قلت ليه كنوعدك باللي غادي تقولها ليهم بنفسك. جمع ديك اللحظه الوقفه وادى لي التحيه العسكريه. درت عند الرجال ديالو وقلت لهم كنوعدكم اني ندير اللي في جهدي باش ترجعوا لحبابكم، ودابا نبداو على بركه الله. وبدون اي اتفاق منهم سمعتهم كيصرخوا بشعار المملكه: الله، الوطن، الملك. حسيت بالجبل اللي حنا وسط منه كيترج، وبقى الصدى كيتردد مده بين الجدران الصخريه. طوال هذا الوقت صوت الطائرات الحربيه والمروحيات ما توقفش فوق راسنا. كنت عارف باللي كيمشطوا المنطقه كامله في المحيط ديال الجبل. كنا توغلنا بزاف داخل الجبل، تقريبا شي 1.5 كيلومتر.
منطقة كتحجب الرؤية من الفوق. كان خاصنا نتصرفوا بسرعة قبل ما يصيفطوا لينا شي قوات خاصة. عيطت على الدكالي والسرجان الخليفي وطلبت منهم باش يقسموا الرجال ل5 ديال المجموعات. التقسيم ما كانش اعتباطي، لكن كان في راسي واحد الخطة إلا تنفذت مزيان غادي تكون عندنا القدرة باش نخرجوا من هنا بأقل الخسائر. وبطبيعة الحال كيبقى التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أقل من 10 دقائق كانت المجموعات ب5 واجدة. المجموعة الأولى مكونة من 10 ديال العناصر مولفة على تسلق الجبال، أغلبية ديالهم من مناطق جبلية في المغرب، وكاين منهم اللي شارك في حرب الاندوشين. هذه المجموعة غادي تكون بالقيادة ديالي. المهمة ديالها هي السيطرة على المرتفع اللي كيطل على المنطقة ديال الانسحاب ديالنا، والهدف ديالها هو تحييد القوى المتمركزة فوق منا، وخاصة القناصة الإسرائيليين. المجموعة الثانية مكونة من 20 فرد مجهزين بجوج ديال RPG وآتي 3 ساغار واحد، وهي عبارة عن مدافع محمولة على الكتف مضادة للمدرعات والدبابات. المهمة ديال هذه المجموعة هي الاشتباك الأولي والمباشر مع أي قوة إسرائيلية تكون كتسنانا في المخرج ديال هذه المنطقة، وتحاول تصنع ثغرة باش المجموعات اللي موراها تقدر تتوغل منها. هذه المجموعة كانت مكونة من جنود متمرسين كيتشاركوا في حرب الرمال وحتى في الاندوشين، واللي كيترأس هذه المجموعة هو الخليفي. المجموعة الثالثة كانوا فيها 7 ديال العناصر اللي مصابة إصابات ما كتمنعهمش باش يستخدموا الرشاشات ديالهم، وهادو غادي يركبوا وحده من دوك جوج جيبات اللي بقاو معانا. المهمة ديالهم يخترقوا صفوف العدو بأقصى سرعة ويفتحوا المجال للمجموعة الثانية باش تدفعهم. شيفور ديال الجيب غادي يكون هو أمحار ولد ورزازات مولف يسوق بسرعة ومهارة على أرض صخرية من هذا النوع. المجموعة الرابعة مكونة من 20 فرد غادي نكونوا مورا المجموعة الثالثة، وفور انسحاب المجموعة الثانية مورا الجيب غادي ياخذوا بلاصتهم ويأمنوا الانسحاب ديالهم باستخدام الرشاشات ومضادات الدروع اللي خلاو موراهم. هذه المجموعة غادي يقودها الدكالي. المجموعة الخامسة والأخيرة غادي تكون خاصة بالجنود المصابين بإصابات كتمنعهم من استخدام السلاح ديالهم من القتال. كانت مكونة من 8 ديال الأفراد غادي يكونوا في الجيب الثانية، وهادو خاصهم ينطلقوا بأقصى سرعة ويتبعوا المجموعتين الثانية والثالثة من خلال الثغرة، ويكون التأمين ديالهم من طرف المجموعتين الثانية والرابعة من الخلف ومن الأمام. بعدها يبدا انسحاب مجموعة الدكالي. المجموعة الرابعة الجيب الثانية غادي يسوقها حمادي، وكيف كنعيطوا ليه بوجدي، واخا كان في عمره غير 47 عام، لكنه كان الوحيد في السرية ديالي اللي شارك في الحرب العالمية الثانية اللي كان في عمره 18 عام. زيد عليها لاندوشين وحتى حرب الرمال في سنة 1963. وبحال أغلبية الجنود اللي شاركوا في الحرب العالمية، ملي كنكونوا جالسين في الليل يبدا يحكي لنا على الملاحم البطولية اللي دار ضد الألمان. المجموعة ديالي كان مخطط لها باش تأمن انسحاب المجموعات الأخرى، خاصة إلا قدرنا نحتلوا موقع الجنود والقناصة الإسرائيليين من الأعلى. جوج عوامل مهمة اعتمدت عليهم في خطة الانسحاب. الأول هو عامل مفاجأة، حيت الإسرائيليين ما غاديش يطيح لهم في بالهم باللي غادي نحاولوا نخترقوا الصفوف ديالهم مباشرة. والعامل الثاني هو استغلال ظلام الليل في هذا الهجوم. ما كانوش عارفين باللي أغلبية الجنود ديالي هما في الأصل من أبناء البوادي والجبال والمناطق النائية، يعني راه الرؤية الليلية عندهم تقدر تكون في نفس قوة الرؤية النهارية. هذا الشيء غادي يخلينا سابقينهم بخطوة، خاصة أنهم غادي يخافوا يستعنوا بالطيران اللي غادي صعاب عليه يفرقوا ما بين الجنود ديالنا والجنود ديالهم. حاولت نربط الاتصال بالقيادة باش نخبرهم باللي غادي نحاولوا الانسحاب. بدينا في البروتوكول ديال الاتصال، لكن ما تلقينا حتى شي جواب. صراحة ما تفاجأتش، حيت كنت حاط في راسي بلي الإسرائيليين غادي يحاولوا يشوشوا على أي اتصال بيننا وبين القيادة. كان المغرب في ديك الوقيته كيجي مع 7 و13 دقيقة، مع 6 و48 دقيقة رجعنا كنسمعوا صوت المروحيات كتحوم فوق ريوسنا.
واخا كنا بعاد على المدخل ديال هذا المضيق بشي كيلومتر ونص، بدينا كنسمعوا صوت الآليات العسكرية الإسرائيلية كتقترب. مون ليوتنو، شوف شوف. درت لقيت واحد الجندي كيشير للسما. ملي هزيت راسي بانوا لي شي وراق نازلين من السما، كانت المروحيات كترميهم علينا. يلاه بغاو شي جنود يتراماو عليهم باش يشدوهم، غوت عليهم باعلى صوتي: حباس، حتى واحد ما يلقي شي ورقه. تسمروا في بلايصهم وحتى واحد ما تحرك. هزيت واحد الورقه طاحت حدايا، لقيتها مكتوبه بالعربيه والفرنسي، تقول: لقد اعطيناكم فرصه اولى للانسحاب من المعركه والعوده الى دياركم بسلام، لكنكم فوتتم عليكم هذه الفرصه. الان حان وقت الاستسلام، والا فالموت مصيركم جميعا. انتم محاصرون ولا مفر. كمج ديك الورقه ولحتها في الارض. السبب اللي خلاني ما نخليش الرجال ديالي يقراوها هو اني ما بغيتش هاد الشيء يهز العزيمه والشجاعه ديالهم. شفت في الجنود ديالي وقلت لهم: هادو حاقريننا، كيحسبونا جبناء، ما عارفيناش باللي حنا سبوعه. بغاونا نسلموا نفوسنا ليهم. عمر المختار الله يرحمه قال: نحن قوم لا نستسلم، نموت او ننتصر. ديك اللحظه ما شعرتش براسي حتى صرخت اعلى الصوت: الله اكبر. وردوها رجالي مورايا، وسبحان الله فجات من فمنا في نفس الوقت ديال اذان المغرب، وقت الافطار.